خلينا نتخيل طفل عنده 12 سنة داخل أوضة العمليات عشان يعمل جراحة إعادة بناء لأربطة الكوع. جراحة معقدة جدا اسمها تومي جون. ياه، دي جراحة تقيلة جدا حتى على الكبار. بالظبط كده. الجراحة دي كانت لزمن قريب حكر بس على لعيبة البيسبول المحترفين اللي عندهم يعني 35 سنة ولعبوا آلاف الماتشات واستهلكوا دراعتهم. أكيد طبعا. إزاي وصلنا لمرحلة إننا بنستهلك مفاصل أطفالنا قبل حتى ما يبلغوا؟ وإزاي وإحنا بنحاول نصنع أبطال رياضيين بقينا من غير ما نحس بنصنع نسخ مشوهة حركياً؟ خلونا نفكك الكلام ده. رحلة التحليل العميق بتاعتنا النهاردة بتغوص في العالم ده، الميكانيكا الخفية للأجسام، وتحديداً إزاي بندرب الناشئين والأطفال. ودي نقطة مهمة جدا، لأن التخصص المبكر في رياضة واحدة تحول لفخ مرعب حقيقي. صح. والأغرب من كل ده، إحنا دايماً بنعامل الأطفال في التمرين كأنهم كبار مصغرين، أو العكس، كائنات ضعيفة محتاجة حركات مختلفة. بس المصادر اللي معانا النهاردة بتكشف مفاجأة غريبة جداً عن التشابه بين الأطفال والكبار. أنا مقتنعة إن دي حقيقة بتصدم ناس كتير جدا. إحنا النهاردة بنستند على بيانات وندوة علمية متخصصة من الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي اللي هي ال NASAM. أيوه مظبوط. الفكرة كلها مش إننا نرص شوية تمارين للناشئين وخلاص. الهدف هو إننا نفهم السبب ورا كل حركة. يعني ليه طفل صغير يشتكي من ركبه وهو لسه بيبدأ حياته؟ ودي حاجة بنشوفها كتير دلوقتي. بالظبط. وليه شاب في العشرينات تلاقيه بيدخل الجيم وبيعاني من نفس التبس اللي عنده طفل في إعدادي؟ لو ربطنا ده بالصورة الأكبر هنكتشف إن الأساس اللي بنبنيه في الطفولة هو اللي بيحدد جودة حركتنا لما نكبر. وده بياخدنا لأول حاجة لازم تتظبط قبل ما نلمس أي وزن في الجيم: العقل والنفسية. العلم بيقول إن الحد الأدنى عشان طفل يبدأ يتدرب مش مرتبط برقم في شهادة الميلاد خالص. لا، هو مرتبط بالقدرة على التابعة التعليمات. بالظبط. وتطور حاجة اسمها الإدراك الحسي الحركي أو البروبريوسبشن. خلينا نقف هنا شوية. إيه هو الإدراك الحسي الحركي ده؟ وليه هو أهم من قوة العضلة نفسها؟ بص، الإدراك الحسي الحركي ده ببساطة نقدر نعتبره الGPS الداخلي بتاع الجسم. حلو التشبيه ده. يعني هو قدرة المخ إنه يعرف إيدين ورجلين الشخص موجودين فين في الفراغ من غير ما يحتاج يبص لهم. لو الواحد مغمض عينه وقدر يلمس مناخيره بصباعه، ده إدراك حسي حركي. تمام. والجهاز العصبي عند الأطفال بيبدأ يطور الخريطة دي بشكل واضح، يعني عند سن 7 أو 8 سنين تقريباً. قبل السن ده الحركة بتبقى عشوائية شوية، وعشان نطور ده الأبحاث بتنصح ب60 دقيقة من النشاط البدني المتواصل يومياً. بس مش أي نشاط، صح؟ أكيد، لازم يكون نشاط بيبني ثقة الطفل في جسمه ومناسب لمرحلة نموه، وتجنب تماماً إننا نسلط الضوء على الطفل اللي قدراته أقل عشان ما يكرهش الرياضة. النقطة دي بالذات بتفكرني بصدمة حصص الألعاب زمان. عارفة، لما كابتن المدرسة يخلي 2 يختاروا فرق، ودايما في طفل بيفضل للآخر ومحدش بيختاره. أيوة، عشان حركته بطيئة أو وزنه زايد شوية. دي بتسيب أثر نفسي سيء جداً. قرب عضلات قاعدة مهمة جداً وبتنطبق على الكبار كمان على فكرة. الموضوع عامل زي بناء عمارة. لو حطينا سقف تقيل اللي هو الأوزان على حيطان من غير أساس سليم وحركة صحيحة، العمارة هتقع. لو علمنا الطفل يعمل تمرين سكوات غلط وركبته بتدخل لجوه، احنا كده بنكتب كود برمجي غلط في سوفت وير المخ. التشبيه ده في محله تماماً. إحنا فعلاً بنبرمج مسارات عصبية. طب إزاي نقدر نعمل توازن بين إننا نعلمهم الأساسيات دي صح، وبين إننا نخليهم يحبوا اللعبة وما يحسوش إنها حصة مدرسة مملة؟ هنا بقى بتيجي استراتيجية تحويل التمرين للعبة، الجيميفيكيشن. الطفل مش هيفهم يعني إيه شغل عضلات الجذع عشان تحافظ على استقامة العمود الفقري، أكيد لا طبعا. بس بيفهم لعبة زي سايمون سيز أو ألعاب التوازن اللي فيها تحدي ومرح. لما بندمج الحركة المعقدة جوه لعبة، المخ بيفرز دوبامين. والطفل بيتعلم من غير ما يحس. دي هي اللي بتخلي الشخص سواء طفل أو بالغ يكمل في الرياضة على المدى الطويل. طب استني بقى، هنا بقى الجزء المثير للاهتمام فعلا. بما إننا اتكلمنا عن أهمية التأسيس النفسي والحركي، التأسيس ده بيتدمر تماما لما الأهل يقرروا يحطوا الطفل في قالب واحد. التخصص المبكر قصدك؟ أيوة. ليه بشوف أهالي بياخدوا أولادهم اللي عندهم 8 أو 9 سنين ويدخلوهم معسكرات تدريب مكثفة للرياضة راحدة طول السنة؟ بيفتكروا إنهم بيصنعوا بطل أولمبي، بس العلم بيكشف إن ده فخ.
دي الكارثة اللي الدكتور جيمس أندروز، واحد من أشهر جراحي الطب الرياضي، بيحذر منها بقوة. بيترجى الأهالي يبطلوا يجبروا ولادهم على ده. ليه؟ إيه الخطر الجسدي هنا؟ المبهر هنا هو إن الهيكل العظمي للطفل بيكون فيه مناطق طرية جدا اسمها صفائح النمو. دي بتبقى في أطراف العظام الطويلة، وهي المسؤولة عن نمو العظم. تمام، اللي هي الجروث بليتس. بالظبط. لما الطفل بيرقب رياضة واحدة طول السنة، هو بيكرر نفس الحركة، نفس الرمية، آلاف المرات، فالعضلات بتكبر وتقوى أسرع من العظم نفسه، وبتبدأ تشد صفائح النمو دي بعنف. ده عامل زي ما نكون بنسوق عربية على سرعة 150 في سباق، بس الشاسيه بتاعها لسه بيتلحم في المصنع. تشبيه دقيق جدا. الشاسيه هيفك من بعضه. وده بيفسر انتشار إصابات خطيرة في سن 12 و13 سنة، زي إصابة أسجد شلاتر في الركبة. العضلة الأمامية بتشد الوتر لدرجة إنها بتعمل التهاب في عظمة الساق. أيوة، أو مرض سيفرز في الكعب، لما وتر أخيل بيشد عظمة الكعب اللي لسه طرية، وبمجرد ما ده يحصل حلم الاحتراف كله بينتهي. طب إيه الحل؟ قوة التنوع الرياضي. إن الطفل يلعب رياضات مختلفة. يعني لعب البيسبول مثلا بيطور التوافق بين العين والإيد، ولما يلعب كرة قدم بعدها بيطور التوافق بين العين والرجل. ده بيحميهم وبيخليهم رياضيين أقوى. بس بصي، في عصرنا ده لو الطفل ما لعبش في دوريات وتدريب مكثف من صغره، فرصته إنه يتشاف من كشافين الأندية بتبقى شبه معدومة. إزاي نقنع الأهل يضحوا بالفرصة دي عشان التنوع الرياضي؟ دي نقطة صدام بتواجه مدربين كتير. الحل إن المدرب لازم يقعد مع الأهل من غير الطفل خالص، ويشرح لهم إن العمر الزمني غير العمر التنموي. يعني إيه؟ يعني طفلين عندهم 12 سنة، واحد ممكن يكون بنيته قوية، والتاني لسه هيكله العظمي في مرحلة الطفولة. التخصص المبكر بيجيب حاجة اسمها الاحتراق النفسي، البيرن أوت. الطفل بيوصل 15 سنة وهو كاره اللعبة تماماً. بالظبط. ولو صمموا على رياضة واحدة، المدرب لازم يحط شروط صارمة للتعافي، ساعة نوم كفاية وتغذية محسوبة. طيب، عشان نحمي الرياضيين من كل ده لازم نقيم حركتهم الأول، وهنا بتظهر المفاجأة اللي خلتني أستغرب جدا. مفاجأة التشابه في التقييم، صح؟ أيوة، التقييمات الحركية كشفت إن الأطفال والناشئين بيعانوا من نفس التشوهات الحركية اللي بيعاني منها الكبار والمحترفين بالظبط. ودي حاجة بنقيمها باختبارات زي أرفصة الذراعين فوق الرأس، الأوفرهيد سكوات، وتقييم قرفصاء الساق الواحدة، وبنراقب 5 نقاط ارتكاز حركية. ولو في اختلاف في الداتا بين التقييمين، دايماً بنصدق التقييم بتاع الرجل الواحدة في الجزء السفلي. والمفاجأة إن الأطفال وهم بينزلوا في السكوات رجليهم بتلف في البرة بشكل غريب، وده بسبب نشاط زايد في العضلة الجانبية للسمانة وعضلة تانية في الفخذ الخلفي. أيوة، البايسبس فيموريس. وبنلاقي دوران للأكتاف وسقوط للرأس لقدام. يعني الأطفال ما بقوش يتمتعوا بمرونة الطفولة المعتادة. هل ده معناه إننا ما بندربش فئة عمرية معينة قادمة بنعالج مرض أسلوب الحياة الحديث اللي بيصيب أي حد بيمسك موبايل وقاعد فترات طويلة؟ أنا متفقة معاك جداً. أي شخص بيدخل الجيم المفروض نتعامل معاه كأنه رياضي، لأن ميكانيك الجسم واحدة. وعشان نقيم ده بدقة بنستخدم تقييمات ديناميكية. زي إيه؟ زي اختبار ديفيس لتقييم رشاقة الجزء العلوي. الشخص بياخد وضع الضغط بمسافة 36 بوصة بين إيديه أو حسب طول ذراعه. ده بيختبر الاستقرار، صح؟ بالظبط. وفي اختبار تاني اسمه ليسن لتقييم أخطاء الهبوط من على صندوق ارتفاعه 12 بوصة، عشان نحسب خطر الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. بعد ما عرفنا المشاكل دي كلها، إزاي بقى بيتم تصميم برنامج تدريبي يصلح العيوب دي؟ البرنامج بيبدأ دايماً بتقنيات الفوم رولينج وإطالات ثابتة لعضلات السمانة والضمة والظهر والصدر. عشان نفك العضلات المتعبسة دي الأول، وبعدين بندخل على الإطالات الديناميكية زي خطوات الطعن مع الدوران وتمارين البريزنر سكوات. وبعد كده قسم التوازن والكور. في تمرين لفت نظري بقوة هنا، الدفع للصدر من وضع النصف ركوع. ليه مش وإحنا واقفين عادي؟ لأن وضع النصف ركوع ده بيحط الجذع في حالة تحدي رهيبة، بيجبر الجسم على التحكم في الجذع من غير ما يشيل هم التوازن الكامل بتاع الجزء السفلي. وهنا بتظهر فكرة التمرين العرضي اللي الندوة اتكلمت عنها. بنخلي المتدرب يعمل تمرين الكوبرا على كرة التوازن عشان يقوي ظهره. أيوه، وهو تركيزه كله فوق، بس الكواليس بقى إنه رجليه بتضطر تنقبض وتشتغل بأقصى طاقتها عشان تحافظ على توازنه. إحنا بنشغل الجزء السفلي في وضع التمدد بشكل غير مباشر، وإحنا بنركز على الجزء العلوي.
دي خدعة ممتازة للجهاز العصبي. تقنية ذكية جدا فعلا. ولما بنوصل لتمارين المقاولة بنستخدم أوزان خفيفة وبنركز على التيمبو. تيمبو 4 ل1 صح؟ يعني النزول بالوزن ياخد 4 ثواني كاملة. بالظبط، ده بيعلم التحكم في الحركة. بس إزاي نقنع طفل ينزل بالوزن في 4 ثواني من غير ما يزهق؟ هنا بنطبق استراتيجية أنا ألعب أنت تلعب. المتدربين بيقفوا أزواج، واحد بيلعب والتاني بيراقبه ويصحح له. ده بيزود الإدراك العقلي والتواصل، وبتنفع جدا مع الكبار كمان. وطبعا البرنامج ما بيكملش غير بالتهدئة أو الكول داون. لو المتدرب ما عملهاش في الجيم مش هيعملها في البيت أبدا. إذن إيه معنى كل ده؟ ده مش مجرد شوية تمارين عشوائية، ده بيعيد برمجة الجهاز العصبي. إزاي نقنع المدربين في الأندية بالكلام ده؟ بنوضح إن النظام ده مبني على نموذج ال OPT اللي اتصمم في الأساس للرياضيين المحترفين. ولما الأهل بيعرفوا إن ولادهم بيتدربوا بأساليب تعافي المحترفين، الاقتناع بيبقى أسهل بكتير. التحليل النهاردة كشف إن تدريب الأطفال والكبار مشتركين في حاجات كتير جدا بسبب أسلوب حياتنا الحديث. الأهم هو التركيز على الحركة مش العضلة، وتشجيع التنوع الرياضي. وبناء أساس حركي سليم يحمي المفاصل على المدى الطويل. بالظبط. وقبل ما نختم، في فكرة ختامية استوقفتني. المصادر ذكرت نقطة مذهلة عن الأطفال، إنهم بيمروا بطفرات نمو سريعة، ممكن يطولوا 5 بوصة في السنة. دي نسبة كبيرة جدا. الطفرة دي بتلخبط مركز الجاذبية، وبتجبر جهازهم العصبي إنه يعيد اكتشاف حركات جسمهم من أول وجديد. الفكرة اللي بنطرحها هنا للتفكير بقى، ماذا لو كنا إحنا كمان كبالغين بنمر بطفرات نمو أسلوب الحياة؟ يعني إيه طفرات نمو أسلوب الحياة؟ أساس قدراته اللي كانت من 10 سنين؟ وجهة نظر عميقة جدا بصراحة، وبتخلي الواحد يعيد حساباته في طريقة حركته اليومية. بالظبط كده. نتمنى الناس تراقب أجسامها بوعي أكبر. شكرا لمرافقتكم لينا في رحلة الغوص العميق دي النهاردة.